أماكن دفن الجثث دي طبعا ده عظم الحصان بتاعه. الحصان بتاعي ما انصحش اي حد ان هو يجي المكان ده لوحده، لان انا بس المكان هنا مش هعرف اعدي منه حتى. نحاول نعدي. بسم الله. بسم الله. طبعا انا عايز اقول كلمتين قبل ما انزل تحت عشان هضطر ان انا اوطي صوتي تحت. بصراحة الفترة اللي أنا زرت فيها أماكن سياحية دي اكتشفت إن مصر أكتر دولة احتلت في العالم. مفيش حد كان قاعد فاضي الا لو جه احتل مصر. فمن ضمن الاحتلال اللي في مصر الاحتلال الروماني. والمقبرة اللي احنا فيها دي دلوقتي مقبرة أنطونيوس لما جاب الغزو على مصر. هننزل تحت دلوقتي وهشرح لكم كان بينزل ازاي الميت. هننزل تحت خالص وأوصف لكم من تحت ازاي كان بيتم دفن الجثث في مقبرة الكيتا كوم الشقافة. طبعا احنا دلوقتي في الطابق الأول ولسه في آخر طابق تحت هننزل نشوف في ايه دلوقتي حالا. ومع منظر المقبرة طبعا منصحش أي حد يجي المكان ده لوحده، لأن المكان رعب يا جماعة. الأماكن دي طبعا اللي كانوا بيدفنوا فيها جثث الموتى، يعني كانت الجثة بتنزل بالطريقة اللي أنا هوريها لكم دلوقتي، وكانت بتدفن في الأماكن اللي زي دي. بس المكان رعب، منصحش أي حد يجي لوحده في المكان ده. هننزل تحت تاني ونشوف في ايه تحت. شوف في ايه تحت تاني. طبعا احنا كده اهو نازلين الطابق الاخير اللي كانوا بيستلموا منه الجثث يدفنوها على طول. بنوطي صوتنا لان دي مقبرة وما ينفعش ان احنا نعلي صوتنا في المقبرة. شايفين يا جماعة ارتفاع؟ شايفين؟ احنا دلوقتي في الدور اللي تحت خالص. طبعا كان الجثة كانوا بينزلوها من فوق كده، تنزل من فوق، تنزل من فوق من فوق من فوق لغاية الدور اللي فيه خشب ده، وبعد كده يستلموها من هنا، وبعد كده يدخلوها لغاية جوه خالص. طبعا الرومانيين حتى في بلدهم بتفرج على فلوجات كتير في روما، وطبعا روما كمان كان النظام عندهم كده دايما كل حاجة عندهم تحت الأرض. هنشوف في ايه هنا، بس المكان هنا مش هعرف أعدي منه حتى. نحاول نعدي. بسم الله. بسم الله. طب احنا دخلنا من المكان ده عالي شوية. نشوف بقى المكان ده محتاج صعقة عشان نعدي منه. طبعا ممنوع ان حد يدخل من المكان ده. الدخول من المكان ده هيطلعك على المقبرة القديمة. يعني احنا لو عدينا من هنا هنطلع على المقبرة القديمة، ولكن احنا طبعا ممنوع حد يعدي من هنا. فاحنا هندخل من فوق. هندخل من فوق على المقبرة القديمة على طول. بينزل كده الميت، بينزل من فوق بحبال بقى وبسلبة، الله أعلم أيامهم كانوا بينزلوه ازاي. وينزل لغاية هنا، وبعدين ياخدوا الميت يمشوا بيه في المكان. كل ده برضو شوفين يا جماعة. نوصل لغاية الآخر كده نشوف فيه ايه. مفيش أي حاجة، شوية تراب. طبعا منصحش أي حد إن هو يجي المكان ده لوحده، لأن المكان رعب. دي كده دخلة المقبرة الأصلية اللي احنا كنا المفروض نخشوها من تحت، ولكن طبعا من تحت ممنوع وحر أوي كمان. دي أماكن الاستراحة اللي كانوا بيجوا الناس اللي كانت بتيجي تزور الموتى،
كانت دايما بتيجي تقعد هنا في الاستراحة. ده مكان الاستراحة. دي يا جماعة كده مقبرة كوم الشقافة القديمة. دي كده مقبرة كوم الشقافة القديمة. دي كده المقبرة القديمة. خلاص، دول كده حراس المقبرة. ادي هم حراس المقبرة. تعبان. وادي هنا تعبان والكرسي الشمسي. وادي هنا حارسة المقبرة اهي. حارسة المقبرة. تمام. والمفروض ان دي كان اللي بيبص لعينيها كان بيتحول لسيراميك. فدي كانت حماية للمقبرة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. وده برضو حارس المقبرة الناحية التانية اهو. حارس المقبرة بوش روماني. وش روماني أصيل. طبعا في حاجات رومانية وفي حاجات بأصول مصرية. وادي اهو حارسة المقبرة. ندخلوا بقى نشوف المقبرة فيها ايه من جوه. كل الرسومات دي يا جماعة، كل الرسومات دي بتدل على رمز دي. وده برضو حارس المقبرة اهو ماسك العصاية اهو. ومضطر ان انا اوطي صوتي وانا ما بعرفش ان انا اوطي صوتي وانا بتكلم بصراحة. ادي حارس المقبرة التاني اهو. كده في 2 حراس من بره على المقبرة و2 حراس من جوه. كل رسمة من الرسمات اللي قدامنا دي بتدل على حاجة في المقبرة. يعني دول كده صحاب المقبرة. صحاب المقبرة اللي قدامنا دي. ده كده بيقدم لها حاجة مش عارف. بس دي رسمة راس أسد. واحدة نايمة على راس الأسد وحراس. طبعا الرومانيين كانوا مبدعين ودايما مدافنهم وكل تراثهم تحت الأرض حتى في روما لحد الآن. ونص التراث والآثار بتاعهم هو بتاعنا أصلا. بس المقبرة من تحت عمق كبير. دي الأماكن اللي كانوا بيدفنوا فيها الجثث. الجثث كانت بتدفن هنا كده يا جماعة. الجثث كانت بتدفن هنا. نوروا الفلاش. دي كده أماكن دفن الجثث. دي طبعا على الطريقة الحديثة. كانت دي الطريقة الحديثة لدفن الجثث بالنسبة لهم. ولكن هي طريقة قديمة طبعا بالنسبة لنا احنا في عصرنا الحالي. ولكن أياميهم كانت هي دي الطريقة الحديثة لدفن الجثث. شايفين كده يا جماعة المقابر عاملة ازاي. يا رب بس الصورة تكون واضحة. طبعا منظر مخيف. وهنا الجو كاتمة. مفيش اكسجين نهائي هنا. المكان ده مش عارفين فيه ايه. ده برضو كان مقبرة. شوفوا في ايه جوه كده. دي برضو مقبرة. المكان ده برضو مقبرة. كل دي يا جماعة المقابر اللي كانوا بيتدفنوا فيها الرومانيين.
انا عايز اروح لغاية الاخر كده اشوف في ايه، بس انا نفسي راح والله، مفيش اكسجين خالص تحت. انا حاسس ان انا بتنفس بالعافية. نخش نشوف في ايه جوه هنا. دي برضو الاماكن اللي كانوا بيتدفنوا فيها. البير ده فيه ايه؟ صهد يا جماعة، طلع صهد من جوه. كل الاماكن دي اللي كانوا بيتدفنوا فيها. الابيار دي طبعا مفتوحة من جوه اساسا. واحنا جينا ازاي؟ والله انا ناسي انا جيت ازاي وهرجع ازاي. المقبرة كبيرة بصراحة. المهم احنا هندخل نكمل ومعانا ربنا يعني. اهو الاماكن اهي كلها اللي كانوا بيدفنوا فيها الجثث. شايفين يا جماعة المنظر عامل ازاي؟ منظر بصراحة. وهي دي طريقة الرومانيين حتى في روما. لو هتدخل على فيديوهات فلوجات بتاعت روما، انا لو دخلت جوه اكتر من كده انا بيتهيألي مش هعرف اتنفس. بسم الله. انا لازم اشوف في ايه جوه بصراحة. برضو كل دي برضو مدافن. طبعا المقبرة دي طبعا منهوبة على مر العصور. على مر العصور اللي مرت على مصر، المقبرة دي طبعا اتنهبت اكتر من مرة. هما بيقولوا ان هي منهوبة يعني اكتر من مرة. ادي المنظر اهو زي ما انتوا شايفين يا جماعة. وطبعا وزارة الآثار مرقمة كل تربة بالرقم بتاعها اهو. دي وزارة السياحة والآثار. كل تربة ليها رقم عند وزارة السياحة والآثار. منصحش أي حد نفسه قصير ينزل المكان ده. ومنصحش أي حد بيخاف ينزل المكان ده لوحده، لأن المكان بصراحة رعب. وأنا كالعادة لما باجي أصور أي مكان سياحي ما بيكونش فيه غيري، مش عارف ليه. معرفش، مش فاهم ايه كان دماغهم ان هما يدفنوا بالطريقة دي. خش نشوف في ايه جوه كده. ما كان ليهم طريقة في الدفن. المكان ده اللي احنا دخلناه دلوقتي من ورا، هما كان ليهم طريقة كده في الدفن غريبة. الرومانيين حتى في فيديو انا عملته بتاع المتحف اليوناني الروماني، وطبعا فيديو عمود السواري. كل ده تبع الرومانيين يا جماعة، كل ده تبع الرومانيين. اما نعوزوا نطلعوا ازاي بقى؟ تخيل ان انت ماشي في تراب كده ومفيش نفس ومفيش بني ادم معاك في المقبرة. والمقبرة اصلا 10 15 متر وعمق وطول وكل حاجة. كده احنا شوفنا كل الاماكن اللي كانوا بيتدفنوا فيها. نطلع بقى نشوف تاني المقبرة. هو ده المكان اهو اللي المفروض انا كنت اعدي منه من الناحية التانية واطلع من هنا، ولكن ده كان بيطلع منه الجثث. وحاطين كمان ان ممنوع ان حد يطلع من المكان ده يعني. هذه المقبرة اهي. شوفوا ايه هنا كمان. برضه مقبرة. زي ما قلت لكم يا جماعة، ما انصحش اي حد يجي المكان ده لوحده. انا مش بخوفكم، بس زي ما انتوا شايفين كده دي مقبرة يا جماعة. مقبرة. بصراحة مفيش نفس تحت. بصراحة مش قادر ان انا اكمل، بس طبعا هكمل لان انا كان نفسي اجي اصور مقبرة كوم الشقافة. وبحب دايما الحاجة اللي يبقى فيها مغامرات. وهشرح لكم بره المقبرة عشان ما ينفعش اعلي صوت اكتر من كده. هشرح لكم ليه سميت باسم كوم الشقافة،
وهشرح لكم حاجات كتير عن المقبرة. تابعونا بس للآخر. المكان ده كله كان غرقان بالمية، والرطوبة عالية في الحيطان، وريحة الفطريات طالعة. بس لما غرق طبعا جت بقى ايه، المكان ده اللي كانوا بيسحبوا منه المية، ولغاية دلوقتي بيتم سحب المية، يعني لأن المكان ده كله كان متغطي بالمية. كل ده كان متغطي بالمية. شوف كده المكان ده، شوف الدنيا فيها ايه هنا. المكان بنسى انا دخلت منين وهطلع منين. من فوق كده كان بينزل الجثة لغاية تحت خالص، وتطلع من الفتحة اللي منورة دي، تمشي 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 لغاية ما تطلع من هنا وتدخل من الفتحة دي. من الفتحة دي تطلع على المقبرة جوه اللي احنا صورناها دلوقتي. سميت مقبرة كوم الشقافة أو منطقة كوم الشقافة بهذا الاسم، لأن كانوا الناس زمان لما كانوا بيجوا يزوروا الميت، كانوا دايما عندهم طقوس كده. الرومانيين كانوا بيشربوا وياكلوا في الشقاف ويكسروه. كانوا دايما ما بيتفائلوش بالشقاف، فكانوا بيشربوا وياكلوا فيه ويكسروه. فلما جم اكتشفوا المقبرة دي، اللي هو أصلا اكتشفها حمار في الأول، لما الحمار وقع، بعد كده حفروا وعرفوا إن في مقبرة وفي آثار تحت الأرض. اكتشفوا كوم كبير قوي من الشقاف مكسور ومتكوم، فمن هنا أطلقوا عليها اسم كوم الشقافة كمنطقة وكمقبرة. والمقبرة دي على فكرة اسمها مقبرة الكيتو كومب. الكيتو كومب. هنروح بقى نكمل جولتنا كده في المقبرة ونشوف في ايه تاني. شايفين يا جماعة الشكل عامل ازاي؟ بس رعب بقى، رعب وحر وريحة فطريات، حاجات غريبة. مفيش أي حاجة هنا. شوفوا هنا في ايه طيب. هنا المكان اللي احنا دخلنا منه. نخش نشوفوا هنا في ايه. انا معرفش ايه دي بصراحة، بس هنا برضو كان الاماكن اللي بيرتاح فيها الناس اللي جاية تزور الميتين. وده عظم الحصان بتاع الفارس الروماني صاحب المقبرة. الحاجة الوحيدة اللي موجودة دي، ده عظم الحصان بتاعه، الحصان بتاع الفارس الروماني، ده العظم بتاعه. الحاجة الوحيدة اللي موجودة هنا. طبعا هنا مفيش جثث، مفيش أي حاجة، في أرواح بس. نطلع بقى نكمل كده نشوف في ايه بره. بسم الله. طبعا انا اللي مزعلني ان مصر كان اي حد بيحتلها، اي حد كان بيحتل مصر. مش عارف بقى، هو كان اي حد فاضي تقريبا بيحتل مصر، ومن ضمنهم الرومانيين. طبعا انا اتحريت واتفرهدت ونفسي راح. والسلالم معمولة بشكل هندسي عشان برضو اللي طالع واللي نازل ما يتعبش من السلم. السلالم الأجانب نازلين معاهم حاجة يعني زي أكسجين كده، أكسجين صناعي كده نازلين بيه.
انما احنا طبعا عشان مصريين مبيفرقش معانا. كده احنا طلعنا المقبرة تاني من فوق، وهي دي شكل المقبرة من فوق اهو يا جماعة. بصوا يا جماعة كام طابق المقبرة من فوق. احنا نزلنا لغاية اخر طابق تحت في المقبرة. كده احنا طلعنا، دي المقبرة هي اللي احنا كنا فيها دلوقتي من تحت. وكده احنا طلعنا بره تاني. زي ما انتوا شايفين كده الاجانب بيجوا من اخر الدنيا، ومعظمهم على فكرة من روما ومن ايطاليا. بيجوا يعني يكتشفوا المقبرة والتراث والتاريخ بتاعهم يا جماعة. ودي برضو مقبرة ولكن ممنوع فيها الدخول، انها تقريبا كده لسه بتترمم. اكتر حاجة بتفرحني ان احنا عندنا كل حاجة حلوة بالنسبة لهم والتراث بتاعهم، زي ما هم كمان في يوم من الايام جم اخدوا كل حاجة حلوة في بلدنا ومعظم التراث بتاعنا. مش هم بس، هم والفرنساويين والعثمانيين وكل العصور اللي احتلت فيها مصر. مقبرة تجران دي مقبرة تجران. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يا رب الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم دعمونا باللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.